واخد بالك انت من التلسيمه اللي انا متلسمها دي؟ وفي كمان ماسك اهو، ده برضو كده لما الجو يسقع قوي بقى وابقى نفسي داخل تلج، بلبس الماسك يدفي النفس. بس كل ما امشي في الجو ده افتكر ان احنا عندنا ام سعاد تقول لسعاد ايه، يا سعاد ما تنزليش عشان الدنيا النهارده اصلها بتمطر، اصل الدنيا النهارده ساقعه. طب مثلا درجه حراره مثلا 10 مثلا، بس الدنيا ساقعه ما ينفعش تنزلي يا بنتي. طب ما تلبس، طب ما تخلي سعاد تلبس جاكيت تقيله حاجه. لا بس الجو ساقع. فاحنا شعب كسول بطبعه الصراحه يا جدعان، يعني ما فيهاش زعل. يعني الواحد بيشوف الناس هنا الجو عندهم عامل ازاي وبيتعاملوا معاه ازاي. ينزلوا يجروا الصبح في التراك، وينزلوا يخرجوا ويلعبوا ويتفسحوا، والدنيا جميله خالص. وشايف العربيات دي كلها تلج ازاي؟ يعني اي حد من دول عايز يحرك عربيته لازم يجيب جاروف يشيل شويه التلج اللي قدامها الاول، بعدين ينظف العربيه من التلج علشان يعرف ايه يسوق. ومع ذلك يعني الناس دي فعلا محتاجه شغل عشان تطلع بالعربيه. مفيش حاجه انا اسمها سايس ولا حد ينضف لك العربيه يقول لك يا باشا اشيل لك التلج، ولو ان ده فعلا هيعمل شغل وفعلا هيعمل مجهود يستاهل عليه فلوس، لكن مفيش هنا الكلام ده. احنا عندنا عربيه تطرب شويه تلاقي واحد جايب لك فوطه وسخه يوسخها لك زياده يقول لك ماشي يا باشا فلوس بقى كبيره بقى عشان وسخت لك العربيه. فلا لا يا جماعه، احنا عندنا شويه مشاكل لازم ايه، لازم نظبطها عشان مش هينفع كده، مش هينفع كده. والناس شغاله والله العظيم في العربيات 24 ساعه. بس انا بتقول كلام انا مش فاهمه، بس قشطه يعني. التلج ده لوحده دي وظيفه، ده اكل عيش ناس كتير. اي نعم وظيفه متعبه، لكن تنظيف التلج ده الحكومه كل سنه لازم بتطلب ناس تنزل الشارع تنظف التلج، وبيدوهم مرتبات مش وحشه. طبعا هنا كله بيحترم كله، يعني حاجه بتبقى واقفه تنظف التلج دي مش حاجه تهين شخصك خالص ولا تخلي الناس تبص لك بصه وحشه ولا حاجه. يعني الثقافه يا جدعان، الثقافه انك تكون في مكان الثقافه فيه صح. فانا الصراحه يعني كل ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي والناس بتتعامل ازاي احس ان احنا عندنا الدنيا اسهل بكتير وحياتنا ربنا ميسرها لنا جدا. ومع ذلك احنا اللي احنا اللي مش عارف اقولها ازاي بطريقه محترمه عشان في كلام كتير في دماغي. يعني احنا اللي حركتنا تقيله، المقعده بتاعتنا عشان تقوم بتحتاج كلام كتير. هنا الناس خفيفه حتى لو الظروف مش سهله. فيلا هروح انا بقى اطلع على مشواري واشوفكم بعدين.